السلام عليكم. السلام عليكم، وحشتوني. بصوا بقى عشان الساعة 4 كده وعايزة أقول لكم، نيجي بقى للموضوع اللي كانت قالت لي صاحبتي عليهم أقولهم لكم واحدة واحدة كده. والله العظيم عشان خايفة عليكم مش أكتر، وأنا كمان خايفة على نفسي لأن أنا مش ما بابقاش عندي استعداد إن أنا أقول الموضوع بسرعة، باستوعبه كده وباقعد أقول لعقلي شوية وأفكر فيه شوية عشان أعرف أقوله. المهم هي بقى بتقول لي بتقول لي أنا قاعدة في الشقة بتاعتي وقاعدين بنتفرج على التلفزيون، فالعيال ناموا، وفي الوقت ده جوزها هو واخواتها راحوا يصطادوا، هو واخواتها الرجالة راحوا يصطادوا، فهم سهرانين بقى مرات اخوها راحت نادها عليها تحت، فبتقول لها ما تنزلي تقعدي معانا بدل ما انت قاعدة لوحدك، مش العيال ناموا؟ قالت لها انا نازلة. قالت لها طب شويه كده، قالت لها لا انزلي، ما انا قاعده انا واختك اهوت واحنا قاعدين كلنا، انزلي تقعدي، انزلي اقعدي في وسطنا. فقالت طب والله انا إيه اللي يذنبني، ما العيال ناموا انا انزل اقعد معاهم. فنزلوا قعدوا، فبتقول لك قعدنا وشربنا الشاي وقعدنا ولوك لوك 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 واللمه بتاعت الحريم بقى، ونجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب والقعده حلوت. فاحنا قاعدين كده في الحوش، فبصيت لقيت اخويا خرج من باب الاوضه كده، بصلنا وراح داخل تاني. فرحت بقول لمرات اخويا كلمي جوزك، فبتقول لها جوزي مين؟ قالت لها جوزك خرج بص علينا ودخل، شوفي لي يكون عايز حاجه. قالت لها جوزي فين؟ ما هو راح يصطاد هو وجوزك واخوه. فهي بتقول انا اتصدمت وسكت، ما فتحتش بقي خالص. بس بقى كان في فرق اليوم ده في حاجه. اختي الكبيره راحت بصالي وقفشاني من دراعي كده، وراحت قايمه سايبانا وطالعه تجري على فوق. فانا رحت قايمه وقلت لمرات اخويا انا طالعه انام بس. فدخلت طلعت جري على فوق، فاختي راحت داخله وراحت رازعه بالشقه بتاعتها وراها. فانا رحت داخله مخبطه عليها، فقلت لها انت طلعت تجري ليه؟ قالت لي انت عارفه انا طلعت اجري ليه؟ ده بتقول لك اخوكي مش موجود وانا شايفاه بعناية، دخل خرج بص علينا وجه. فقالت الحمد لله ان في حد بيشوف الحاجات دي زيه. بس وبرضه سكتت وقالت لاختها بلاش نتكلم في الحاجات دي عشان ما يحصلش حاجة أو نتأذي. يا جماعة لو سمحتوا قسما بالله كل اللي بقوله لكم ده حصل وفي شهود عليه ولسه على قيد الحياة. فأنا بقول لكم لو أي حد فيكم عنده تفسير لحاجة زي دي يقولها لنا، يقولها ودي في الكومنتات، يعني احنا ما بنزعهاش على الهوا، بس هي نفسها تطمن، نفسها تعرف إيه اللي كان بيحصل ده. بس وكل مرة هقول لكم حاجة صغيرة كده عشان ما ينفعش الكلام ده مع بعضه كده. يا ريت التفسيرات بتاعتكم، تعليقاتكم حتى تتكلموا في الموضوع ده، تحاولوا تستفسروا اللي ليه حد ليه علاقة يعرف يفسر الحاجات دي أو دارس في الحاجات دي، يا ريت برضو نعرف رأيه. وربنا يجعلنا كلنا يا رب سند لبعض كده. سلام عليكم.